النهاردة هنعمل كيكة لذيذة جدا، كيكة المانجا بمكونات سهلة جدا. الكيكة جميلة وبتدوب في البق، بكيكة اسفنجية طرية جدا زي ما انتم شايفين، والطريقة سهلة جدا وطعمها بيدوب في البق. تعالى هوريكم شكلها لما عملتها 3 طبقات او 4 طبقات كمان، طبقة كيك، طبقة كريمة، طبقة مانجا، طبقة جيلي، جميلة جدا. تعالوا نشوف الطريقة. عندك 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، كوباية سكر، كوباية سكر كاملة، والسكر بتاعها كده مظبوط. لو عايزة تقللي مش هتبقى مظبوطة. تمام. رشة ملح، ضروري من رشة الملح، وكيسين فانيليا. حطي الكيسين كلهم عشان زفرة البيض. اضربي الاول لحد العجينة ما تعمل فوليوم. الاول بتضربي باول درجة البطيئة، وبعد كده بتعليها واحدة واحدة. تمام، لحد البيض دوت ما لونه يفتح. تمام، هتفضلي تضربي بالمضرب. بصوا انا ما قطعتلكوش اي لقطة في الكيكة عشان اللي لسه مبتدئ وما يعرفش يتعلم. في بنات كتير بتتجوز يا جماعة في الاول ما بتكونش عارفة المقادير مظبوطة، والمقادير دي مظبوطة بالظبط. تمام. بصوا كل مادة البيض حجمه يزيد، المكونات حجمها تزيد، والبيض لونه يفتح. بصوا بقى، بصوا هنا بدرجة اللون ازاي فاتح خالص. لسه برضك هتضربي، بس عندك كوباية زيت، كوباية الا ربع زيت. هتبتدي تحطي شوية بشوية، ما تحطهمش مرة واحدة عشان ما يفصلش الخليط. هتحطي شوية بشوية زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا حطيتيهم على 3 مرات 4 مرات، انا حطيتهم على 3 مرات. وتضربي وبصي هتلاقي ان الخليط ابتدى يتقل معاكي. ده كده انت ماشيه صح. شوفي اضربي كويس جدا زي ما انتوا شايفين. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده خلاص. هبتدي بقى احط المكون التاني. طبعا المكون التاني هيكون الدقيق انا نخلاه مرة واتنين وتلاتة، ما فيهاش حاجة لما تنخليه كذا مرة. كتر ما بتنخلي الدقيق بتدخلي الهواء في الكيكة. تمام. عندي لا نسيت كوباية لبن بردك بدرجة حرارة الغرفة. كل المقادير بدرجة حرارة الغرفة. بردك اللبن بتحطي شوية بشوية زي ما انتوا شايفين اهو. وما تخافيش، المكونات مش هتخف معاكي ولا حاجة، بالعكس هترجع تاني حجمها يزيد. اضربي بقى كويس. خلاص كده هنضطر بقى ان احنا نحط الدقيق زي ما انا قلت لكم. الدقيق كوبايتين دقيق منخولين كذا مره علشان تدخلي الهواء جوه العجينه وتضربي. اوعي تحطي الدقيق مره واحده. لو عندك كمان معلقه حطي بمعلقه لو مش هتقدري تتحكمي في المضرب. تمام. واهم حاجه السرعه بتاعه المضرب تكون على 1. تمام. كده انا ضربتهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين. اضربي كله علشان كمان تتأكدي ان الدقيق اختلط بالعجينة ضروري. تمام. نسيت اقول لكم كيس بيكنج باودر كامل حطيته كامل، هو تقريبا معلقة كبيرة. بتضربيه كويس جدا. تمام. عندي بقى العجينة بقى بعد ما ضربتيها، عندك معلقة سيليكون. بتجيبي العجينة كلها من فوق لتحت بتقلبيها عشان لو في دقيق لو في حاجة تتأكدي ان كل العجين اختلط ببعضه. قلبيه كويس زي ما انت شايفة. وعندي صينية مدهونة زيت، لو عندك ورق زبدة حطي. لو هتحطي دقيق، انا ما بحطش دقيق، هي مدهونة زيت بس زي ما انتوا شايفين. وحطي بقى العجينة كلها، ما تسيبيش ولا حتة. بالمعلقة السيليكون ونزلي العجين كله. الفرن تكون درجة الحرارة 180 اول ما تخش، يعني تكون مسخنة قبليها بدرجة حرارة 180. لازم تخبطي الكيكة زي كده عشان تطلعي الهواء.
درجة الحرارة 180. هتحطيها وبعد كده توطي النار ل160. تمام. طلعت خدت حوالي نص ساعة. غطيتها وسبتها تبرد، يعني خليتها حوالي نص ساعة كمان ولا حاجة تبرد. بعد كده هتجيبي شوكة وتبتدي تخرميها زي ما انتوا شايفين. بص، عندك خيارات كتير، لا اما تحط لها ميه وسكر وتسقيها، لا اما تسقيها لبن، لا اما تسقيها شربات، لا اما تسقيها مانجا، عصير مانجا تقيل. في كل الحالات ده بايدك انت. انا عندي لبن وما تحطلوش سكر، اللبن ما تحطلوش سكر. ممكن تسقيها زي ما انا قلت شربات خفيف. هتحطي معلقه سكر على ربع كوبايه ميه وتخليها تغلي على النار. اول ما تغلي غلوتين طفي عليها واسقيها بيها، او تسقيها بمانجا او بلبن زي ما انا عملت كده. تمام. شوفي الاماكن اللي ما دخلش فيها وهي باينه يعني. تمام. تعالوا بقى نعمل الكريم شانتيه. عندي كيسين كريم شانتيه، هتفضيهم في البوله بتاعتك. وعندي اهو كيسين، يعني بقول لكم دول كيسين. ده احلى كريم شانتيه. كمان كريم شانتيه محلى، يعني مش هتحتاج ان انت تحطي سكر، ولكن لو جبتيه من عند السايب يعني مش مغلف هتضطر ان انت تحطي سكر لان فيه مش محلى. نسبة اللبن انا خدت الكوبايه كلها، بس عايزه اقول لكم ان نسبة اللبن لازم تحطي شويه بشويه، اوعي تحطي اللبن كله. تمام. ابتدي بقى اضربي واحده واحده، اضربي كويس. طبعا كل ما تشوفي اهو انا كده شفت ان هو محتاج لبن فهحط. اوعي تحطي كميه اللبن كلها لان ممكن كميه اللبن تكون كتيره، لان مكتوبه على الكيس ان هو بياخد فنجان قهوه، يعني شويه صغيرين قوي. ابتدي بقى اضربي زي ما انتوا شايفه، وكل ما تحتاج لبن حطي لحد ما تشوفي القوام اللي انت عاوزاه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. واهم حاجه اول بدايه يكون الضرب على نمره واحد في المضرب، يعني على اوطى درجه. تمام. بصوا بقى شكلها لما هيتضاعف حجمها. بصوا بقى شكلها. بص بقى تعرفي ازاي. بصي بتعمل زي المنقار كده زي ما انتوا شايفين كده، هو مظبوط. الكيكه اللي زقيناها لبن، هنبتدي بقى نحط عليها الكريمه. نحط الكريمه وافرديها كويس كلها. الطريقه سهله، اي حد ممكن يعملها. بكوبايتين دقيق عملتي كل الكيكه الحلوه دي بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. افرديها بقى، افرديها كويس. وكيسين كريم شانتيه وعملتي احلى كيكه. قولي عليها جاتو، هي حلوه جدا. في محلات بتبيعها بقد كده، مع انك انتي ممكن تعمليها بكل سهوله. نعميها بقى كلها. تمام. وحطيها بقى في التلاجة وسيبيها ترتاح، والكريمه كمان ترتاح. في الوقت طبعا هنكون بنحضر الجيلي. عندي كيس جيلي. تمام. وعندي كوبايه ميه سخنه، هحط كيس الجيلي كله واحط كوبايه الميه السخنه اهو زي ما انتم شايفين، واحط كوبايه الميه السخنه وقلبي بقى كويس جدا. قلبي، وبعد ما تقلبيها اركنيها على جنب وسيبيها تبرد لان هي سخنه. اهم حاجه تسيبيها تبرد. دي اتحطت في التلاجة واتشمعت وخلاص خدت وقتها. عندي مانجا قطع، عندي جبت مانجيتين كبار كده. اهم حاجه تكون مانجا ماسكه نفسها عشان تقدري تقطعيها، لان في مانجا طبعا بتبقى يعني مش متماسكه. افردي بقى المانجا دي كلها على الوش، افرديها كلها، خلصيهم وافرديهم. تمام. مانجايتين يكونوا كبار كده، ممكن في حدود كيلو او كيلو الا ربع. تمام. بتقشريه وبتقطعيه كويس. وتعالي بقى خلصنا كده. عندي الجيلي اللي انا كنت سبته يبرد شويه. تمام.
هبتدي احط المعلقه، وبعد كده لقيت ان المعلقه مش هتنفع معايا، فابتديت اكب بالكوبايه. تمام، حطيهم بقى كلهم. هي بسم الله ما شاء الله كيكه جميله جدا والله، بتدوب في البق. بعد ما تخلصيهم كده كلهم لازم تتحط في التلاجة ساعة، من ساعة لساعتين. يعني لو هتحطيها في الفريزر ساعة، هتتحط في التلاجة هتقعد ساعتين. ولو سبتيها كمان لتاني يوم هتبقى خرافة. بصوا بقى شكلها بعد ما طلع من التلاجة، هقطعها. بصوا جميلة جميلة بجد. يا ريت تيجي تاكلوا معايا والله، يا ريت. كنت اتمنى ان اعزم مصر كلها. المهم الكيكة حلوة جدا زي ما انتم شايفين. هطلع لكم منها حتة، بصوا بصوا بتطلع بكل سهولة طبعا. بصوا بسم الله ما شاء الله، كيكة ما فيهاش غلطة، كيكة بجد تستاهلكم بجد. بصوا شكلها، بصوا 3 طبقات جميلة، شكلها حلو. بصوا بقى هقطع لكم منها حتة دلوقتي. بصوا اهي، كنت بكلم بنتي ربنا يخليهم يا رب. بصوا هي الكاميرا ظلمة لون الكيك، بس الكيك ذهبي جميل وبتدوب في البق. بصوا بقى اخر حتة اهي، هقطع لكم حتة تاني. بصوا، لو عجبكم الفيديو ارجو الاشتراك، تفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. لو الفيديو عجبكم اكتبوا لي كومنت حلو، صلوا فيه بيه على النبي، واعملوا لي لايك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انا قلت لكم بتدوب في البق، والمانجا مدياها طعم حلو جدا مع الجيلي. السلام عليكم ومع السلامه.